الفيديو التاني من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة. لو عندك بقى مشكلة في صب القوالب والقطع بتطلع فيها بابلز كتير، كملي معايا الفيديو للآخر علشان هقولك على كل أسرار الصب اللي هتخليكي تطلعي قطعة ما فيهاش أي عيوب وناعمة جدا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهات الكونكريت الجديدة بإذن الله. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. ولو ما اتفرجتوش على الفيديو الأول اتفرجوا عليه علشان مهم جدا بخصوص الأدوات. أول حاجة هنعمل الخليط، هحط 2 كوباية مية وهحط عليهم 4 كوبايات من البودر. وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان الكوباية اللي احنا نعاير بيها المية تكون نفس الكوباية اللي انا هعاير بيها البودر علشان الخليط يطلع مظبوط. بعد ما حطيت المية هبدأ بقى أحط كوباية كوباية من البودر. هحط أول كوباية بالتدريج كده زي ما انتوا شايفين، مش بنحطها كلها مرة واحدة علشان الخليط ما يبقاش فيه أي تكتلات. بعد ما بحط الكوباية كلها هنقلب الخليط قبل ما نحط الكوباية التانية. هقلب الخليط علشان أدوب البودر كله في المية. بعد كده هحط الكوباية التانية بالتدريج برضو، وبعدها هقلب الخليط تاني، وهعمل كده برضو لحد الكوباية الرابعة. بعد ما احط كل كوباية بودر هقلب الخليط علشان البودر ما يعملش اي تكتلات مني. كده انا خلاص حطيت الاربع كوبايات من البودر. هقلب بقى الخليط كويس جدا. انا عملت الخليط كمية كبيرة علشان انا هصب القوالب اللي انا هستخدمها كلها مع بعض. في حاجة عايزة أقولها، لو البودر اللي أنا باستخدمه كان الجبس ما ينفعش إن أنا أعمل من الجبس كمية كبيرة لأن الجبس بينشف بسرعة فالخليط هيتماسك على طول قبل ما ألحق أصب القوالب كلها اللي أنا هاستخدمها. الأفضل في الجبس إن أنا أعمل كل قالب لوحده، يعني أعمل الخليط وأصب القالب وبعد كده أعمل خليط تاني وأصب القالب اللي بعده وهكذا. ما ينفعش أعمل كمية كبيرة من الجبس وأصبها كلها مرة واحدة لأن هتنشف مني. المادة اللي أنا باستخدمها اللي هو باودر سوبر ميكس ماليزي، وده بينشف بعد وقت مش على طول زي الجبس، فعشان كده ينفع إن أنا أعمل منه كمية زي ما عملت وأصبهم عادي كلهم مع بعض. ومهم جدًا بقى إن أنا أكون مجهزة القوالب بتاعتي قبل ما أعمل الخليط، يعني إن أنا أكون القوالب بتاعتي نضيفة غسلاها كويس ومتنشفة كويس وجاهزة على الصب على طول، ما أعملش الخليط وبعدها أكتشف إن أنا لسه هانضف القوالب، ده ما ينفعش خالص لأن الخليط ممكن ينشف مني. هنبدأ بقى نجيب قالب ونصب. أول قالب أنا هاصبه هو الكوستر البيضاوي ده، وده المقاس الصغير. قبل ما أصب القالب أنا هارُش فيه كحول علشان ما يبقاش فيه أي bubbles، وهارُش الخليط برضه قبل ما أصب القالب علشان الbubbles اللي اتعملت بسبب التقليب دي تختفي. الخطوة دي مهمة جدًا قبل ما أصب في القالب. هاصب شوية من الخليط في القالب، وهابدأ أخبّط القالب بتاعي بالشكل ده علشان كل الفراغات تتملي. وهاجيب عصاية الخافض اللي أنا كنت باقلِّب بيها وهامشّيها في الجوانب كده علشان لو في أي bubbles تختفي وكل الفراغات بتاعتي تتملي ما يطلعش فيه أي عيوب. هاكمّل بقى صَب القالب بتاعنا وبرضه هنرجع نخبّط تاني. الخطوات دي مهمة جدًا ولازم يكون عندنا صبر وإحنا بنصُب القوالب، وإن إحنا نقعد كل شوية نخبّطها ونحرّكها بالشكل ده علشان ما يطلعش فيها أي حاجة. أهم خطوة في شغل الكونكريت إن أنا أعمل خليط كويس وإن أنا أصُب القالب بشكل كويس علشان يطلع ما فيهوش أي عيوب. بعد ما صبّيت القالب كُلّه وحرّكته كويس جدًا، بيبقى في طبعًا شوية bubbles على الوِش، فهارُش الbubbles دي بالكحول علشان تختفي. هاجيب بقى القالب التاني بتاعنا وده قالب الفازة. أنا نسيت أرُش قالب الفازة بالكحول، ولكن هنخبّط عليه كويس جدًا علشان يطلع من غير أي bubbles. أنا حطيت شوية من الخليط وفضلت أحرّك القالب يمين وشمال بحيث كل التضليعات اللي في القالب تتملي. وهاكمّل صَب القالب، هاحط شوية وهارجع أخبّطه تاني برضه. ما ينفعش نملأ أي قالب مرّة واحدة، كده هيكون في فراغات كتير. الأفضل إن أي قالب أنا عايزة أصُبّه، أحُط فيه شوية وأخبّطه وأحُط شوية وأخبّطه وهكذا لحد ما أملى القالب كُلّه. لمّا أنا باحُط شوية وأخبّط القالب، أنا باطلّع الفراغات اللي حصلت في أول صَبّة. لمّا بارجع أحُط تاني، باطلّع لو في فراغات تاني. لو أنا حطّيته كُلّه مرّة واحدة وفضلت أخبّط، احتمال كبير جدًا، جدًا إن هيطلع القطعة تطلع فيها عيوب. فالأفضل إن أنا أعمل خطوة الصَب دي على مراحل كده، أحُط شوية وأخبّط وأرجع أحُط شوية وأخبّط تاني. بعد ما خلّصت صَب القالب كُلّه، هارُش بقى كحول على الوش كده عشان الbubbles دي تختفي. آخر قالب بقى معانا هنصُبّه وهو قالب البونبونيرا، وهو بيكون عبارة عن قطعتين، القطعة ديّة والقطعة التانية بتاعة الغطا. هارُش رشة كحول على القالب كده وهابدأ أصُب.
هاصُب شوية وبعد كده هابدأ أخبّط في القالب علشان كل الفراغات تتملي، وهنفضل نخبّط فيه بالشكل ده كده عشان لو في أي bubbles تختفي. هاجيب اللي هي سلّاكة السنان دي، وهابدأ أحطها في كل الفراغات اللي بتكون موجودة في القالب، القالب ده بيكون فيه تضليعات كتير، فأنا هابدأ أمشّيها عليها كلّها بحيث لو في أي فراغات تتملي. هاكمّل بقى صَب القالب، وهارجع أعمل الخطوة بتاعة خِلّة السنان دي تاني من فوق، وممكن بدل خِلّة السنان نستخدم عصاية الشيش برضه، أي حاجة رفيّعة هتنفع، أهم حاجة إن إحنا نعمل الخطوة دي علشان ما يطلعش فيه أي bubbles. هارُش بقى كحول على الوش كده عشان الbubbles اللي فوق دي تختفي. آخر حاجة هنصُبّها وهي الغطا بتاع البونبونيرة، هابُخ بَخّة واحدة من الكحول، وهاحط شوية من الخليط وهابدأ إن أنا أوزّعه في الغطا كده، عشان كل التضليعات اللي فيه دي تتملي، وهاخبّط عليه بالشكل ده علشان لو في أي bubbles تختفي، وهاكمّل بقية الصَّب. اوعوا تملّوا بجد من إن أنتم كل شوية عمّالين تخبّطوا على القوالب بالشكل ده، الخطوة دي مهمة جدًا علشان القطعة تطلع ما فيهاش أي عيوب وتطلع كويسة جدًا. كده صبّيت القالب كلّه، هارُش بقى كحول على الوش عشان الbubbles تختفي. هاسيب بقى القوالب كلّها تنشف من ساعتين لأكتر من كده، يعني ما تقلّوش عن ساعتين علشان تكون نشفت وأنا باطلّع القطعة ما تتكسرش منّي. أنا سِبتهم ينشفوا ساعتين، وبعد ساعتين هابدأ بقى إن أنا أطلّعهم من القالب. هنطلّع أول واحد اللي هو الكوستر البيضاوي ده، هابدأ إن أنا أفُك الجناب بتاعته كده بالشكل ده، وطبعًا الزيادات دي بتتكسر وتُقع لوحدها، فما فيش أي مشكلة. بُصّوا طلع عامل إزاي، ما شاء الله طلع جميل جدًا ما فيهوش أي bubbles ولا أي عيوب. لو مشيتوا على الخطوات اللي أنا قُلتها لكم في الصَّب بجد القطعة هتطلع ما فيهاش أي حاجة ولا أي عيوب، هتطلع زي ما أنتم شايفين كده. هنخرّج بقى القالب التاني بتاع الفازة، هابدأ أمسكها من الأجناب كده وأنزّلها لتحت بالشكل ده، وهي بتخرج بسهولة جدًا ما تقلقوش. أهم حاجة بقى أركّز وأنا باخرّج اللي هو الجزء اللي فوق من الفازة ده علشان ما تتكسرش منّي. القالب ده بالذات لازم أسيبه ينشف براحته، عشان الجزء اللي فوق ده لو هو ما نشفش هيتكسر للأسف وأنتم بتطلّعوها، فخلّيكم حريصين جدًا وأنتم بتطلّعوا الجزء ده. الحمد لله طلع جميل جدًا ما شاء الله ما فيهوش أي حاجة. بُصّوا طلع شكله عامل إزاي. آخر قالب بقى وهو بتاع البونبونيرة ده، القطعة الأولى دي بتطلع بسهولة جدًا وما بيبقاش فيها أي مشاكل، زي ما أنتم شايفين كده هنطلّعها بسهولة. الحمد لله طلعت جميلة وما فيهاش أي bubbles خالص. المشكلة بقى كلّها بتكون في القطعة التانية، القطعة بتاعة الغطا دي بقى لازم نكون حريصين جدًا وإحنا بنخرّجها من القالب، لإن الغطا ده بنسبة 90% بيتكسر مننا وإحنا بنيجي نخرّجه، بس لو إحنا خرّجناه بطريقة صح مش هيتكسر مننا ومش هيحصل له أي حاجة، بس أهم حاجة طبعًا قبل ما أخرّج القطعة دي من القالب بتاعها لازم يكون نشف كويس جدًا، لإن هو لو كان لسه ما نشفش كويس طبعًا القالب هيتكسر منّي وأنا باخرّجه. بعد كده هابتدي أمسك كل طرفين مقابل بعض وأشدّهم بالشكل ده علشان أوسّع مكان للجزء اللي فوق ده يخرج منّه، دي أصعب خطوة بس ركّزوا فيها علشان تخرّجوه كويس وما يتكسرش، وهاحاول كده بصباعي من فوق إن أنا أنزّل الجزء اللي فوق ده، خلّيكم صبورين جدًا في الجزء ده علشان ما يتكسرش منّكم. الحمد لله خلاص هو طلع، هو بياخد معاكم وقت بس بجد يستاهل إن أنتم تعملوا كده علشان ما يتكسرش، والقطعة طلعت حلوة جدًا ما فيهاش أي عيوب، كل اللي هتحتاجه بس صنفرة بسيطة من تحت. دي كده القطع كلّها معانا، هنبدأ بقى نمسك قالب، قالب ونصنفره، هُم كلّهم الحمد لله طلعوا كويسين جدًا، هنصنفرهم بس حاجة بسيطة جدًا من تحت علشان يكونوا ناعمين. أنا جِبت طبق فيه مَيّة وهابتدي أبِل الصنفرة بتاعتي وأصنفر بيها ضهر القطعة. أنا باحب بقى في الخطوة بتاعة الصنفرة دي إن أنا آخُد القطعة وهي أفتح الحنفية على مَيّة بسيطة وأبدأ تحت الحنفية إن أنا أصنفر القطعة، بتطلع ناعمة جدًا ولو في أي بودر طلع منّي وأنا باصنفر بيتغسل بقى وينزل عشان القطعة لمّا تنشف تكون ناعمة جدًا وما احتاجش إن أنا أصنفرها تاني. فأنا ما عرفتش طبعًا أعمل ده عشان التصوير، فأنا جِبت طبق صغير فيه مَيّة وهابدأ إن أنا أبِل الصنفرة بتاعتي وأصنفر بيها ضهر القطعة، وبعد بقى ما نصنفر ضهر القطعة هنبتدي إن إحنا نبِل ضهرها بالمَيّة، بحيث لو في أي بودر زيادة طلع يتشال مننا عشان ما ينشفش بيها. خطوة الصنفرة دي ممكن تعملوها بعد ما القطعة
تنشف خالص، اللي هو بعد 4 أيام، أسبوع، بعد ما تنشف خالص ممكن تصنفروا القطعة، بس أنا باحب الأفضل إن إحنا نعملها بعد ما نطلّعها من القالب على طول، بحيث لو هنبلّها بالمَيّة وننضّفها فتبقى القطعة كده خلصت خالص، وما يبقاش فاضل لها غير إن هي تنشف علشان نلوّنها. هنبدأ بقى نصنفر قطعة، قطعة منهم كده. لمّا القطعة بتتصنفر وهي لسه طالعة من القالب بتكون الصنفرة بتاعتها أسهل بكتير غير بعد ما تنشف. هتلاقوا الزيادة بتُقع بالشكل ده بسهولة جدًا. بعد ما صنفرت الفازة كده، هابدأ أبِل إيدي بالمَيّة وأمسح عليها علشان البودر الزيادة يتشال منها، ولمّا تنشف تكون ناعمة جدًا. وهنعمل كده برضه في البونبونيرة، وهنصنفر البونبونيرة زي ما عملنا في الباقي. أهم حاجة الصنفرة تكون ناعمة، واللي أنا باستخدمها دي رقمها 220. كده إحنا خلّصنا القطع كلّها، مسحناها بالمَيّة عشان لو في أي بودر زيادة طلعت وإحنا بنصنفر تتشال منها، ولمّا تنشف تكون نضيفة وناعمة جدًا ما يبقاش فيها أي عيوب. هنسيبهم بقى ينشفوا من 4 أيام لأسبوع لحد ما الرطوبة اللي فيهم كلّها تطلع منهم، وبعد كده هنبدأ نلوّنهم. استنوني بقى في الفيديو الجاي علشان نلوّنهم مع بعض بإذن الله. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير، ولو عندكم أي أسئلة سيبوها لي في الكومنتات وهارُد عليكم.